اهلا وسهلا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وصفه ديال اليوم سمنات معمرين طيبين في الفران، كيجيو مقرمشين ومورقين. ما عليكم غير تبعوا معايا المكونات. اول حاجه غادي نبدا بها هي الحشوه. ممكن تبداو بالعجين باش ما بغيتو. المهم انا غنبدا بالحشوه حيت بديتها بكري، داكشي علاش عندي الوقت فين غادي يرتاح العجين. نتوما ما كنتوش بديتوها بكري، بداو بالعجينه هي الاولى باش تخليوها ترتاح مزيان. المهم خديت مقيله درت فيها واحد شويه ديال الزيت، ضفت له واحد البصله مشلضه، واحد شويه ديال الملحه. هكذا الملح ملي كنديروه مع البصله في الاول كيساعدها باش تطلق الماء ديالها وتدبال دغيا. من بعد ما شحرتها واحد شويه ماشي بزاف، غنضيف لها الفلفله الوان، شويه ديال الفلفله خضراء وشويه ديال الفلفله حمراء. ممكن الا ما كانتش متوفره تكتفيو غير بخيزو والقرعه، حيت حتى هما غنضيفهم في هذه الوصفه. هنا ضفت واحد الحبه ديال القرعه خضراء محكوكه كذلك في الجهه الغليظه. وفي هذا الاثناء نيت ضيفوا جزره حتى هي محكوكه في الجهه الغليظه، انا كنت نسيتها ما ضفتها حتى لواحد شويه. المهم نتوما ضيفوها دابا نيت. صافي غنضيف واحد المعلقه ما تكونش عامره بزاف، غير صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه اولا نص معلقه ديال البزار، وكذلك واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال الثوم بودر. الا ما كانش ثوم بودر ضيفوا واحد الفص ديال الثوم ولا جوج في الاول مع البصله. غنضيف تقريبا واحد 3 المعالق ديال المعدنوس. صافي وغنشحر كلشي كيف قلت لكم. خيزو ضيفوه في هذا الاثناء هذا، انا راه غير حيت نسيتو داكشي علاش. المهم غنشحرها على نار تكون متوسطه ما تكونش مهيله حتى غادي تشحر. هانتوما كي لاحظتوا عاد ضفت انا الجزر، معليش دغيا كيطيب. صافي غندي الخضيره ونجيبها حتى تقريبا طيب. عاد غادي نضيف الكفته ما تشحروهاش بزاف حتى طيب، حيت الا تشحرات بزاف ملي غتدخل الفران غتقصح. من الاحسن هكذا غير ديوها وجيبوها غير يتغير اللون ديالها. صافي غير يبدا يدخلها الطياب، صافي الله يجعل البركه، حيت مازال غتكمل طيابها في الفران. ضفت لها الشعريه صينيه ديال الرز، بعد ما رطبتها في الماء حتى هي ما ترطبوهاش تخليوها في الماء بزاف، حيت حتى هي مازال غتدخل الفران. هكذا غير تفزاق واحد شويه، صافي صفيوها وقطعوها وضيفوها للحشوه. صافي شحروها واحد شويه غير هكذا تنشف الحشوه من الماء ديال الشعريه الصينيه. صافي ونطفي عليها ونخليها على جنب تبرد، وندوز باش غادي نحضر معكم العجين. بالنسبه للعجين بحال داك اللي شاركت معكم في البسيطلات صغار. الاضافه اللي غادي نضيف هو معلقه ديال السكر حبيبات ومعلقه ديال الخل صغيره. هادشي اللي ضفت على العجينه اللي قبل. درت نص كيلو ديال الدقيق الابيض، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال سكر حبيبات، ومعلقه صغيره ديال الخل، وغنجمع بالماء العادي ديال الروبيني. غادي نجمعها وتكون مازال قاصحه ما تكونش مرخوفه، ونخليوها ترتاح. راها غادي تطلق ديك الساعه، حيت الا رخفناها هكذا في العجين منين غنبغيو نشكلوها غادي تعذبنا. صافي على هذا الشكل هذا غنديرها في واحد البلاستيك وغادي نخليها ترتاح مزيان حتى غادي تطلق. ما كانش عندكم الوقت دلكوها هذيك الساعه نيت تدلك مزيان. المهم انا تقريبا خليتها واحد ساعه، بعد ما حليتها لقيتها على هذا الشكل هذا. صافي غادي نكورها الكويرات تكون صغيره. هاد المسمن قد ما صغرتوه كيجي احسن. في هاد المرحله الاولى ما ديروش الزيت، فرقوهم بلا زيت حتى كتكوروهم هكذا. عاد ديك الساعه دهنوهم بواحد شويه ديال الزيت وخليهم تقريبا يرتاحوا واحد 10 دقائق باش هكذا ملي تبغوا تورقوهم يجوا ساهلين، ما يعذبوكمش، حيت غير الفرص بوحدو الا ما ارتاحش كيبقى يتجبد ما كيبغيش يتبسط نهائيا. هنا راه خلاص بديت انا غنشارك معكم غير هاد وحيده. من بعد ما ارتاح غادي نورقها مزيان مزيان حتى غادي يولي يبان منها سطح العمل. السر ديال هذا المسمن هذا هو انكم كتورقوهم مزيان مزيان وتخدموهم بالزبده، تورقوهم بالزبده كذلك.
صافي من بعد ما ورقتها مزيان حتى ولا كيبان منها سطح العمل، غندهنها بالزبده صافي، وغادي نطويها على شكل مسمنه عاديه. وانا كندير واحد شويه الزبده، ما تبالغوش عاوتاني في الزبده بزاف، ما يجيش ميدم عاوتاني اكثر من القياس. المهم هكذا غير باش يتورق صافي، الله يجعل البركه. صافي وغنحطهم يرتاحوا واحد شويه، تقريبا واحد ربع ساعه، وغندوز باش غادي نعمرهم. من بعد ما مرت ديك 15 دقيقه كتاخذوا ديك المسمنه صافي. في هذه المرحله كتستعنوا غير بواحد شويه الزيت ماشي بزاف، كتقرصوها هكذا تكون رقيقه شويه صافي، وكديروا الحشوه في الوسط وكتجمعوا دوك الجناب في الوسط وكتشدوهم بواحد هكذا بزيتونه خضراء، ولا باش ما بغيتو تشدوهم ولا غير كتضغطوا عليهم مزيان راهم كيتشدوا صافي. غنستمر هكذا حتى غادي نسالي كاع الكميه. البنات اللي مازال ما شاركوش في قناتي فضلا وليس امرا شاركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. هنا غنعاود معكم وحيده اخرى، راه الطريقه مبسطه باينه. ممكن نتوما الحشوه ديروا اي حشوه بغيتو، المهم غير العجينه بهذه الطريقه هذه كتجي مورقه وكتجي مقرمشه صراحه، كتجي رائعه. هنا نشارك معكم واحد الشكل اخر حتى هو كيجي زوين هكذا في الحطه. تندير الحشوه هكذا وتلوي حتى هذا راه كيجي مقرمش، ما كيجي لا معجن لا حتى شي حاجه صافي. وكنجمع على هذا الشكل هذا، طريقه باينه سهله. من بعد ما شكلتهم كلهم خديت صفر ديال البيضات، ضفت له واحد القطرات ديال الخل وغادي ندهن به المسمنات. في هذا الاثناء الفران راه كيسخن. السر ديال القرمشه كذلك انه الفران يكون سخون مزيان مزيان ويطيبوا على نار مهيله. من بعد ما طابوا غادي نوريكم وحيده كي جات، راه جات مقرمشه، جاو رائعين صراحه الله. نتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم، ونهار تجربوها غادي تعجبكم بهذه الطريقه هذه بهذه التفاصيل هادو، غتكون ان شاء الله ناجحه معكم. وبسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.